مشكلتنا مع الامارات من 1900 من 2014 ولا 2015 مشكله قديمه ما حليناهاش، الان رانا نخلصوا. مشكلتنا مع المروك من 1963 وقاعدين، يعني ما عندناش مشاكل. اذا العلاقات المتوتره مع المغرب هذه يسموها زادوا عليها. وعلاه زادوا عليها؟ هروب من الواقع المر الداخلي، الازمه الداخليه. انا ضد تصعيد اللي راهو صاير مع المغرب، لكن في نفس الوقت مانيش مع نمحو كلش ونبداو صفحه جديده مع المروك. لا، بالنسبه للمروك انا قلت لك تصعيد هذا تاع السب والكلام القبيح ومملكه الدعاره ومملكه المخدرات، هذا الكلام انا رافضه رفضا قاطعا، وهذا كلام بذيء وكلام ساقط. اما علاقتنا مع المغرب يجب ان تحل علاقتنا مع المغرب بعيدا عن الصحراء الغربيه. مشكل الصحراء الغربيه ما عندوش مشكل، الله يسهل، راهو في الامم المتحده، الله يسهل، للكعبه رب يحميها. مقدسه مع تبون مشكل هذا انا قاعد نقول لك سببها هو الهروب من الواقع المر، من الفشل الداخلي. نحبوا نخلقوا بعبع خارجي، هو عندنا مشكل مع الامارات، او عندنا مشكل مع المغرب، او عندنا مشكل مع فلان، او عندنا، احنا ما عندنا حتى مشكل. احنا مشكلتنا الوحيده مع الفاشلين اللي عندنا في الجزائر، الاغبياء اللي راهم يسيروا في شؤون البلاد. عندنا المشكل مع مضيق هرمز تاعنا الجزائري، كمال الزيكر، مضيق هرمز وجماعته، احنا مشكلتنا معاهم. انا ما عندي مشكل لا مع المغرب لا مع المغرب، عندي مشكل معاه قديم، ويتحل في اطاره الدبلوماسي السياسي، مش في الاطار الاعلامي الحقير. حاب تقول لي بخلاصه القول ما مش حابين يحلوا المشكل مع المغرب، ما مش حابين للاستهلاك الداخلي. هذا هو باسكو لازم لنا توجور عدو، لازم نعادي جار، لازم توجور مشاكل في دار. هذا هو، لازم توجور بعبع خارجي باش نلصق فيه الفشل تاعي ونلصق فيه المشاكل تاعي. قال له عندي مشكل لانه طردت بومبا المغرب، عثرت بغله الامارات، وهذه ما كاش منها. حتى المشكل اللي يصرى في البلاد ما عنده علاقه لا الامارات لا المغرب الاول، مشكل داخلي. الخطاب السياسي الغبي الذي كنا نحذر منه، جماعه الباديسيه النوفمبريه والخطاب السياسي، ويخرج لك انت واحد باللحيه ديالي هكذا، لحيه تاع الشيطان، يمارس الواط على الذراري في المصلى، ومن بعد يخرج يقول لك انت علاش ما درتيش الحجاب، انت علاش ما درتش كذا. هذا الخطاب اللي حذرنا منه، واللي صار فيه تساهل كبير 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 في هذه السنوات الماضيه. كنا نقول لهم الخطر العظيم راهو جاي من جماعه الباديسيه النوفمبريه، الخطاب الغبي. هاي النتيجه تاعو، ما عنده حتى علاقه. ممكن جدا النظام المغربي وجد فايده ويستثمر هذا التململ وهذا الاخر، ممكن، لكن مش هو السبب. السبب هو فشلنا احنا. علينا ان نحل مشاكلنا الداخليه، علينا ان نستعين برجال الدوله، لانك انت لما توجد انه خيره ضباط المؤسسه العسكريه واجهزه المخابرات، لانه الان ولينا نقولوا اجهزه مش جهاز، بكري نقولوا جهاز مخابرات دي ار اس، عندنا اجهزه امن داخلي امن الخارجي، كل واحد وحده، كل واحد داير دوله وحده، ولينا اكثر من ليبيا، كل واحد داير ميليشيا وحده. انت توجد انه خيره الضباط المخيرين الشباب، كي نقول الشباب اللي وصلوا لدرجه او رتبه عقيد وسنوا قل من 50 سنه، 45 46 47، يقولوا روح لداركم. والشيوخ في عمرهم 70 سنه مازال قادة نواحي وقادة أركان وقادة هيئات ومدراء مركزيين بالكوش. كارثة. قطرين يديروا تشيبات يعني تمد لي كادو اكسيتيرا. المشكله رانا فيه مع الاتراك، سي كنا نشوفوا بلي الشركه الجزائريه الاتراك يعني يمدوا لي كادو، لا البروبليم تاع الاتراك شنو هو؟ الاماراتيين كانوا يدخلوا الجزائر، الشركه الجزائريه كانت تخدم. انا نشوفوا مع الاتراك الشركه الجزائريه ماهيش تخدم. دوكنا باغ اكزومبل في البنيان، علاش الشركه الجزائريه ما يبنوش؟ ماهمش يبنوا. الاتراك بداو يعني كاينه هيمنه كبيره، حتى هيمنه سياسيه. انا نشوف الاتراك هم يدخلوا ويخرجوا في الجزائر، وزيد المشكله تاع الاتراك. نو سياسيه ما كاش. نطرح السؤال، هنا شوفوا اليوم الاتراك قال لك صاحب الجزائر يصير زامي الجيري، وعندهم حبوا يديروا مصنع تاع لي درون في المروك وماروك، وانت تبون تقول لي بلي الماروك سي مون انمي، بصح انت راك صاحبك لا تركي راح يدير اون يوزين تاع لي درون اللي بالك يقدر غدوه ان شاء الله كيما كان اون غير بين الجيري والمروك يتاتاكيك. هذا مشكل. وعلاش انا نعاود في المالي كيف وعلاش انا نعاود نحمل المسؤوليه للجيش ونقول الرونجاس هو الحل؟
لانه في الزياره هذه تاع تبون لتركيا، روح شوف الاتفاقيات اللي صارت والنقاشات اللي صارت، ما كان حتى اتفاقيه عسكريه، لا عسكريه ولا امنيه. كما راك تقول انت لي درون هذو، حنايا من المفروض اول دوله تستفيد من مصنع اللي يخدم هذو بيرقدار بيرقدار هذو تركيا، المفروض يكون في الجزائر. دونك السؤال علاش لا علاش تعطيني غير الطوماطيش الخامجه والحاجه المليحه ما نهضروش عليها؟ انت عندك 1400 شركه تركيه في الجزائر، كاين زوج شركات كبار اللي معروفين اللي هي توسيالي والقماش هذيك اسمها طيال هذيك، هما في زوج، يكون في بالك باللي في زوج تاع واحد، نفس الفريق، نفس المجمع الجروب اللي شاد منا 1400. السؤال 1808 وشحال تبقى لنا 1898 وش هما الشركات هذو؟ عندك في اللوجمون ديكنسون وهذوك اطلاس وكذا، ودخل شركات ماشي معروفين، كاين حياه. اسكو هذه الشركات 1400 اسكو هذوك الشركات 1400 اللي راهي في الترك تنهب في الغاز باطل وتنهب في الماء والغاز والخدامين باطل وكل شيء، اسكو ما نقدروش نعطوهم للجزائريين الشركات 100% جزائريه؟ يعني انت تجيب لي واحد يخدم لك بايت تاع زلاميت ويجيب لك المصنع من الصين وهو تركي والارباح يديهم اسطنبول، اسكو مش قادر نمدهم لواحد جزائري 100% يخدم لي مصنع تاع لي قوبلي، مصنع تاع مش عارف تاع الطماطيش، مصنع تاع الزلاميت، مصنع تاع الباسينات، مصنع تاع القصارن؟ هذا هو. انا كي نعطي هذا الفايده للاتراك معناتها كاين مشكل. انت تقول لي مصنع الحديد مش قادر نعطيه لواحد جزائري، نعطيه لتركي، اوكي متفاهمين. ومصنع تاع الطباصه والمقارف والكسارن وعلاه تمدوا لواحد تركي؟ 1400 مش كلهم في الصناعات الكبيره الحديد، 1400 كاين صناعات تافهه، واحد يخدم مش عارف اللي قوبلي تاع القهوه، شركه تركيه يخدم في الجزائر، مستفيد من الغاز باطل، الماء باطل، تريستي باطل، والخدامين باطل، والفايده يخرجها، فايده يخرجها للترك. هل توجد في الجزائر استثمارات؟ انا نفرح لو كان هذا يا توسيالي اللي راهو يربح $1 مليار في العام على الاقل يدخل في مشروع بناء مستشفيات للاطفال المصابين بالسرطان في كل، ما نقولش في كل ولايه، كل جهه، او بناء جامع في وهران، بناء جامع في وهران يصلوا فيه جماعته، تحضير جامع في وهران يصلوا فيه جماعته، هي واسمه جامع كاتشاوا ثاني خلوه لنا الاتراك باسمهم، راه درك نقولوا جامع الاتراك كاتشاوا، يبني جامعنا في وهران. واش تنشر لي الدين حيت دوله مسلمه، واش محتاج انا محتاج تبني لي مستشفى؟ يعني تقول لي باللي الاتراك ماهمش داخلين في مشاريع صناعيه، ماهمش داخلين في مشاريع استثماريه جزائريه 100%، لانه الاتراك دوك راهم يخموا ما بعد تبون. المصنع تاع وهران هذاك راهو بالنسبه لهم حاجه مؤقته بروفيزوار، لانه المشروع الكبير تاعهم والهدف تاعهم هو في بنغازي، اكبر مصنع حديد في العالم راح يكون في بنغازي في ليبيا راح يكون 10 مرات ضعف المصنع تاع وهران. في غازي اللي حاكم المهرجان حفتر اللي كنا حنا مضاربين، حنا مضاربين معاه، واللي هما ماناش حنا مضاربين معاه، اتراك في روحهم مضاربين معاه. علاش؟ لانه تسامحوا معاه سامحوا معاه هكذاك